وتمنياتي لإعلامكم بالعام الجديد بالموفقية والنجاح. اليوم أخي العزيز أنت إعلامي وأدرى مني بهذه الأمور، لأنه إعلامي أنت متجول في كل طرق بغداد وتشاهد المواطن وتعرف ماذا يعاني المواطن. اليوم المواطن العراقي أصبح يعاني من كثير من الإجراءات التي اتخذوها أصحاب القرار لارتفاع الدولار وغلاء المعيشة وغلاء الأسعار والسيطرة على حقيقة وضع اليد الطولى على تهبيط الأسعار. اليوم المواطن العراقي بدأ يتذمر، بدأ يشكي، بدأ يقف وقفات احتجاجية، بدأ يتظاهر، بدأ يطالب، بدأ ينادي، بدأ يتأمل، لكنه للأسف الشديد ليس هناك إذن صاغية لتلك المواطن. اليوم المواطن العراقي أخي العزيز وأنا من المواطنين، احنا ما عندنا عداء شخصي ويا أي كان، لكنه اليوم المسألة احنا من ننتقد حالات، ما ننتقد شخصيات، احنا ننتقد حالات سلبية مردودها عكسي على المجتمع العراقي، على معيشة المواطن العراقي. اليوم هذه المردودات هي أسعار الزيت، أسعار المواد الغذائية، جشع التجار مثل ما تفضلت أنت، جشع التجار واستغلال التجار لهذه الظاهرة. اليوم تعرف سعر البيض، سعر أكياس الطحين، سعر الزيوت النباتية، اليوم سعر المواد الغذائية، سعر المعلبات، كلها ارتفعت في سبيل بسبب ارتفاع الدولار. هذا الأمر اليوم أصبح خطير، اليوم الأمر أصبح يعاني منه المواطن. اليوم على أصحاب القرار وعلى القائمين على هذا الشأن متابعة هذا الأمر والرضوخ إلى مطالب ما يريده المواطن العراقي. اليوم المواطن العراقي يريد يعيش، يريد يأكل، يريد سقف يقيه حر الصيف وبرد الشتاء، يريد لقمة سائدة يأكلها، يريد أمن وأمان. هذا اللي يريد العراقي، وإلا ما له طمع بكرسي الرئاسة. كرسي الرئاسة لكم وأنتم زائلون لا محال، الحكام زائلون، لكن الشعب باقي. انظروا للشعب، فرأس مالكم هو الشعب، صدقوني بالله العظيم، رأس مالكم هو الشعب. فبنفسي في يوم ما أريد واحد من أعضاء اللجان البرلمانية اللي 34 لجنة، إذا حضرتك تعرف أو ما تعرف، 34 لجنة في قبة البرلمان و329 نائب برلماني. أريد أشوف لي في يوم نائب برلماني واقف له مجموعة، واقف مصدر عمال، دا يسأل له صباغ أحذية، دا يسأل له عامل طين، دا يسأل له أبو بسطية، يقول له شنو معاناتك، دا يسأل له واحد يستجلب الطرقات. هذه كل هالأمور ماكو. الدليل على ذلك أصحاب القرار بواد والشعب بواد. فعليكم بالرضوخ إلى مطالب وقرارات الشعب العراقي، ورأس مالكم هو الشعب العراقي. صدقوني ترى ما عندكم غير الشعب العراقي، لأنه هو جابكم وأجلسكم على عروشكم هاي المزالة لا محال إن شاء الله. والله سعادة دور أذان حركة العمل وقفها، شغل ماكو، عالم ماكو، البضاعة كلها صعدت. يعني هسه ما تقدر تشتغل أي شيء، يعني تشتري صعدة، السهولة ماكو. يعني شوف هسه شهر المحلات كلها فارغة، فأذان الدولار بالصعود مالته. والله حركة ضعيفة، لأن العالم زمري متخوف، يعني السيولة ما عتها، لأن الدولار من صعد يعني قل طلب بالشارع على الأحد. هاك شوف هسه المحلات لسه تفترض ايش قد اكو شغل عمل لسه كلها قاعدة، فماكو حركة عمل يعني وقفوها. فالأفضل يرجعوا على القديم أفضل، يعني على 30 35 40 أفضل شوي أحسن من هسه.